السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله الحلقة اليوم هتكون بعنوان أين في أسفار الأنبياء أن يسوع سيدعى ناصريا. في البداية بنحب نعرف أن جملة كما قيل بالأنبياء هي يعني مقصود بيها أن كلام هيقوله كتبة الأناجيل وهينسبوه إلى سفر من أسفار الأنبياء. طبعا احنا عارفين ان العهد القديم بيتكون من مجموعة من الأسفار، منها أسفار تسمى الأنبياء، والأنبياء بتنقسم إلى أنبياء كبار وأنبياء صغار. فنجد مثلا أن الأنبياء الكبار هم إشعياء، إرميا، مرافي إرميا، باروخ، حزقيال، دانيال. أما الأنبياء الصغار هم هوشع، يوئيل، عاموس، عبيديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي. طبعا جملة كما قيل بالأنبياء لما بتتقال في العهد الجديد بيكون استشهاد من كتبة الأناجيل بكلام قاله نبي من الأنبياء في سفر من أسفاره، وغالبا بيحاول كاتب الإنجيل إن هو يخليها نبوءة في يسوع. يعني مثلا على سبيل المثال نشوف الموضوع بتاعنا اللي هو لفقه متى، واسف ان انا اقول ان متى لفق، ولكن هذه الحقيقة زي ما هنشوف دلوقتي. فنجد في متى 2:23 نص بيقول: وأتى وسكن في مدينة يقال لها ناصرة لكي يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعى ناصريا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني متى بيقول ان في جملة في سفر من أسفار الأنبياء، زي ما احنا قلنا بقى سواء كانوا أنبياء كبار أو أنبياء صغار، الجملة ديت هتبقى موجودة بالشكل التالي: أن يسوع سيدعى ناصريا. ولكن لو احنا دورنا وبحثنا في كل أسفار الأنبياء لن نجد أبدا هذه الجملة. طيب يبقى الآن احنا وقعنا في مشكلة كبيرة جدا، وعلى علماء المسيحية ان هم يختاروا ما بين الحلين اللي انا هقولهم دلوقتي. اول حل ان الكتاب قد تم تحريفه بالنقص وتم استئصال جملة ان يسوع سيدعى ناصريا. الحل الثاني ان متى ملفق مدلس. يبقى دول الحلين، مفيش حل ثالث ليهم. يبقى أن نقبل أن الكتاب حرف أو نقبل أن متى مدلس. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.